السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. نتوما تتشاهدوا هذا الفيديو بعد الصلاة والسلام على حبيبي ومولانا رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اليوم عندي معكم شهدة او خلية النحل، واحد كي تيسميها، بالبرتقال. تجي هائلة ومذاقها زوين، تجي مفشفشه ومهويه من الداخل. هنايا قدامكم عندي 600 غرام ديال الدقيق الحلويات، وعندي كاس ديال السكر، ومعلقه كبيره ديال الخميره، وعندي مليحه، وكاس نتاع الزيت، وكاس البرتقال كبير. المقياس ديال الزيت وديال السكر كلهم بمقياس ديال كاس العنبه، والعصير كاس كبير. هنا درت شويه الماء دافي باش الخميره ديالي تفاعل. خديت 100 غرام حتى ل 125 غرام ديال الزبده، يعني نص طاسه ديال الزبده، واحد البرتقاله غادي نحكها باش تتعزز لي مذاق ديال العصير. الماء ملي تندفيه تناخذ مره الاولى شويه فوق الخميره، وتنخليه حتى نكب العصير نعجن به، واللي بقى ليا تنضيفو ماء دافي. هنايا خويت الكاس ديال الزيت وداك المبشور ديال البرتقاله او قشره البرتقاله محكوكه باش تعطيني او تتعزز لي مذاق ديال البرتقال. صافي هنا تفاعلت لي الخميره كما تتشوفوا. صافي غادي نضيف عليها داك الكاس ديال العصير وغادي نعجن، ولا كان خاصني شي حاجه غادي نزيد، اما نزيدو عصير غير هو خصو يكون ماشي في الثلاجه، واما غادي نضيف الماء دافي نكمل به العجين ديالي. شوفوا كي داير، يعني تيتلاصق في اليدين ولكن ماشي جاري بزاف، خصو يكون خفيف بحال هكا. دابا غادي نديرو في العجانه باش يتعجن ويختمر الخميره ديالو الاولانيه. هاد العجين ملي تيكون هكا راه تيجيكم تجيكم الخليه يعني مهويه من الداخل، وتتكون دايره شكل القطن، يعني ملي تطيب تجي شكلها شكل القطن، تجي قطنيه وتجي خفيفه ومذاقها رائع. هنايا صافي منين تعجنات لي العجين ديالي تعجن وخمر في العجانه، حطيته خويت منه الهواء، يعني ديته وجبته باش يتحيد منه داك الهواء اللي فيه، وبديت تنقطع. هاد الشوكولاط هو اللي غادي نخدم به، يعني الشوكولاط المعروف باش تنخدمو كربصه. هنا غادي نشكل كويرات، والحجم تيبقى على حسب كل سيده. هو من الاحسن يكون الحجم صغير باش ملي تيتنفخ تيجي زوين وتيجي خفيف. ما ديروش الكرات كبارين باش ما يجيكمش العجين مدقص، يعني تجي الكره هكاك عامره بالخبز، ما تجيش يعني ما تجيكمش مهويه وما تجيكمش قطنيه، غادي تجيكم بحال تاكلوا الخبز. يعني خص المساحه ديال العجين يلقى فين يتسع يجينا خفيف ويجينا مهوي. صافي هنا قبضت واحد اللاطه، لانني غادي ندير جوج شكيلات. قبضت اللاطه الاولانيه دهنتها بالزبده، وحطيت الكويره في الوسط باش نعرف يعني فاش القياس اللي غادي نحط عليه. يعني كل سيده كنت تبغي تخدم جوج دورات ديال الكويرات، قال انا تنبغي نخدم 5 الكويرات في الوسط ودائره عليهم الكويرات، تيجي الشكل ديالها زوين. كما غتلاحظوا ان شاء الله ملي غنكمل الكويرات ديالي غادي يجي الشكل ديالها زوين. واللي بغات تخدم في المول مربع اولا مستطيل، يعني كل وحده ودير الحاجه اللي تتبغي. اهم شيء انها تتابع المقادير، وتتابع يعني الطريقه ديال انها العجينه تكون خفيفه، وانها تحترم الكويرات، ما ديرش شي كبير وشي صغير، وفي نفس الوقت ما ديرهمش كلهم كبار، ما غادي يجيوها مدقسين. يعني خص يكونوا متقادين. وانا ما تنعبرش في الميزان، في الحقيقه ميزاني هو عينيا ويديا، كما تنقولوا ان ميزاننا، وتنحط بين يديا الكويرات وتنحس بانهم كلهم في مقياس واحد. صافي هنا غنستمر في الكويرات ديالي حتى غنسالي يعني اللاطه ديالي. هنايا صافي وصلت انني سقت 5 الكويرات في الوسط كما تتشوفوا، بحال شي وريضه جايه
والدائرة كلها بالكويرات، وغادي نخليهم يختمروا باش يقبطوا الشكل ديالهم ويتسعوا وهما مرتاحين، ما يجيوش مزاحمين، هما مدقسين باش يجيو متهويين كما تنقول. وتنعاود نكرر الهضره، لان كاين اللي تيدير مع المبتدئات، تنهضر مع البنيات اللي مازالين صغارات وعاد تيبغيو يبداو، تيديروا كويرات كبار وتيقولوا جاوني مدقسين. داكشي علاش تنقول يعني خصكم العجين اول حاجه يكون خفيف، ما يكونش يعني بحال الخبز، ما يكونش قاصح، وفي نفس اللحظه الكويرات يكونوا متساويين، ماشي ستيتوين كاع وماشي كبار، يعني فوق الحجم ديال المشماشه شي شويه صافي. هنا الباقي ديال العجين ديالي انا اختاريت باش ندير جوج اشكال، داكشي باش انا خليت هاد العجين وما درتش اللاطه تكون كبيره، يعني درت داك القياس لاطه صغيره. هنا غادي نخرج منها 5 ديال الكويرات. اي شكل تنبغيو نخدموه تنسبقوه يكون كويره، عاد تنشكلوه بداك الشكل اللي عندنا، يعني اللي حنايا باغيين نديرو. وخلاص بالنسبه للشكلاط، نفس الشكلاط باش خدمت الاولانيين غنخدمو، لانني ما عنديش شوكولاته الدهن وما عنديش الجبن او الفرماج باش نخدم. كنت يعني تنتمنى كون كانت عندي الفرماج كون خدمت هاد الشكل بالجبن او بالفرماج. بعد ما سرحت داك الكويره ديالي غير بين يديا، ما تحتاجوش كاع نمدلك لان العجينه مطاوعه معاكم. درتها على شكل مستطيل ودرت داك الطرف الشوكولات كامل، ما هرستوش بحال الكويرات. هذا تديروه كامل بحال شكل ما تبغيو نديرو البتي بان او كرواسون. الحاجه الوحيده اللي غنوصيكم عليها هي ان من تحطوا الشوكولاته ضروري هانتوما شوفوا تتجروا واحد شويه، غير واحد شويه، وتغطوا داك القنيطه الشوكولاط. علاش؟ لان غادي نحطوهم في المول الطويل، ولا خلينا جنيبات الشوكولاط باينين، ماشي بحال تنديرو كرواسون خصهم يبانوا، ولكن هادو ما خصهمش يبانوا، لان غير يلصقوا لنا في اللاطه ديال الطوست او ديال المسكوته الطويله. فيها غادي ندير، ولا لصقوا تما صافي تتخسر لك الموديل او الشكل ديال البريوشه ديالك او ديال الشهده ديالك. يعني دابا نتوما شوفوا كتتلاصق مع حاشيه ديال اللاطه، الا خرجت الشوكولاته غادي تسيح في الطياب وغتلصق تما وغترون الشكل ديالها. ملي تبغي تحيديها غتلقاي مشكل انها لاصقه لك وغادي تسيح لك وترول لك. داكشي من الاحسن ديروا بهذا الشكل هكا. ملي غادي تختمر غادي تكون الشوكولاط مخشي لداخل، ما خارجش، ما غيتحرقش، ما غيديرناش مذاق خايب، بل بالعكس تجي متوله وزوينه. هنا مع الفران سخون وعندي الكوزينه طايبه الحراره، يعني دغيا بما وجدت هذيك كانت هي الخليه الاولانيه خمرات ليا، شفت تبارك الله الضعفات والشكل ديالها جا متول ومقاد، ما جاش شي كبير شي صغير، جا هي يعني جايه الدائره هي هذيك، والشكل الوسطاني كاين شي وريضه ديال داك الخمسة الحبات، تيجي الشكل زوين ومنتظم وما تيجيش عويج، ما تيجيش شي داخل شي خارج. واخا ما كاينش الميزان، واخا تخدموا غير بيديكم، واللي عندها الميزان وتتخدم بالميزان تخدم، يعني ماشي تنصح انكم تخدموا بيديكم بلا ميزان، بل بالعكس غير المداومه تتخليكم نتوما سبحان الله تيبقى الانسان يديه وعينيه ميزانه. يعني بكل كثرت ما تخدموا الحاجه صافي تتكونوا ولفتوها وعرفتوا وحسيتوا بالحاجه كي دايره، واش ثقيله واش خفيفه واش هي هذيك، يعني من الشوفه ومن اللمس. صافي هنايا غادي ندهن او تندهن البريوشه ديالي او الخليه ديالي، تندهنها بالبيض اللي فيه قطرات من الخل باش يحيد لنا الزفوره، وغادي نرشو عليه الججلان او السمسم. الجنجلان البلدي ديالنا هو اللي غادي نرشها عليه باش يعطيني داك الشكل زوين. ولكن اللي بغات ترش بحبوب الخشخاش او بغات دير الحبة البركة او اللوز او مهرمش او قرقاع، المهم تيبقى الاختيار او المتوفر لكل سيدة في البيت ديالها. انا ديما تنقول بانني تنخدم باللي عندي في الدار، ما تنقلبش على الحاجة نمشي نشريها عاد ندير، بل بالعكس انا اللي متوفر تنخدم به
ونشكل منه اي حاجه، واخا يكون عندي حتى كيلو ديال الطحين راه قاده ندير به بزاف د الحويجات في متناول الجميع. يعني اهم شيء انكم ديروا حويجات اللي تفرحوا بهم وليداتكم وتفرحوا بهم الزوج ديالكم وانتم بنفسكم. يعني من ابسط الاشياء تخرجوا حوايج زوينين. هذيك اللاطه كملتها دخلتها الفران، واللاطه الثانيه ها نتوما شوفوا الشكل ديالها كي جا، تيجي متيول وزوين، تيجي بحال الطوست الياباني بداك الشكل ديالو تيجي زوين. وهذا الشكل راه تخدموا به حتى الطوست. انا تنخدم به خبز الطوست بهذا الشكل، او تنديرهم على جوج على حسب الشكل اللي يعجبني. تبارك الله البنيات راه تيعرفوا بزاف د الحوايج، يعني شكل يخترعوه من عقلهم او يشوفوه عبر اليوتيوب، او يعني تيبقى غير داك التشجيع وشي حويجات تنوريوهم على قد معرفتنا. صافي هنايا دهنت الخليه ديالي او داك الباكيطات ديالي، تدهنيهم من يعني من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين باش يحاول ان البيض يوصل للقنيتات كاملين. وغادي نرشو هنايا بالسمسم الابيض، جنجلان الابيض، يعني غيرت هي النوعيه الجنجلان، ما كانش بقى ليا البوافو باش ندير حبه حبه، وحده في الكحل وحده في البيض، او يعني تتشكلوا. المهم حتى العين راه تتبغي تشوف الحاجه زوينه، كما تنقولوا تاكل العين قبل الفم. صافي هنايا راه شي 15 دقيقه اللي خدات ليا الخليه الاولانيه في الطياب ديالها. يعني غادي نجي نخشي هذه وشي شويه غادي نلقى الاخرى وجدات، لان البريوش دغيا تيوجد بحال بتيبان بحال الخليه الشهده، يعني دغيا تيوجد. شوف ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب، جات محمره وزوينه ومتوله، واللويل داك اللي خارج ديال اللون ما تيبقاش بيض، تيبقى اللون صفر يعني ديال البرتقال، مع داك القشره المحكوكه ديالو تتعزز اللون. تجينا الشهده تجينا شهوه منها، لا في اللون ولا في المذاق. ملي تنتفخ شوف الحجم، راه تبارك الله تيرجع الحجم كبير ما شاء الله، تترجع كل وحده منفوخه. ولكن اهم شيء انها منفوخه وقطنيه، ماشي معجنه، لانها خديه الشكل ديالها منتفخه كما بغات، لاقيه راحتها في الانتفاخ، تتجي متوله وزوينه، ما تجيش مدقصه. صافي هنايا غادي نخرج الخليه ديالي الثانيه حتى هي وجدات. الشكل ديالها تيجي غزال انني ما صورتش من بردات وحيدتها من لاطا. كنت انا جمعت الفيديو ما صورتش داك اللقطه، جات عاليه وجات غزاله، جات احسن ما تشوفوها في اللاطا. يعني ملي تخرجها وتحطها في الطبسيل تيجي الشكل ديالها روعه وهماوي. تديوها هديه الاسره ديالكم اللي مشيتو عندهم وانتم تاكلوها في دويرتكم. المهم يعني المقادير بسيطه والشكل غزال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.